في اللي ناس بعد الانفصال بتبقى هادية بشكل يخوف، مش لأنها ما كانتش بتحب، لكن لأنها أخذت الرصاصة الأخيرة. في بعض العلاقات الناس ما بتمشيش من أول وجع، بتسامح أول مرة و100 مرة ومليون مرة يمكن، وتستحمل، بتقول يمكن يتغير، وتكمل علشان الحب، تكمل عشان العشرة، تكمل عشان المسؤولية، وتكمل عشان الأولاد. وبعدين بتلاقي نفسها بتكمل وهي من جوه بتخلص، لحد ما بتوصل لليوم اللي بيبقى فيه الوجع أكبر من الحب نفسه، والخذلان أكبر من الأمل. هنا بيحصل اللي ناس كتير ما بتفهموش. الزعلان ممكن تراضيه، لكن اللي اتقفل بعد محاولات كتير صعب، لأنه ده ما قفلش الباب في لحظة غضب، هو قفله بعد ما استنفذ كل أعذاره ليك. العلاقات زي الرصيد، كل اعتذار صادق بيزود الرصيد، وكل أذى متكرر بيسحب منه. ولما الرصيد يخلص، أي محاولة جديدة بتبقى متأخرة، وساعتها الطرف المؤذي يستغرب، هو أنا عملت إيه لكل ده؟ لأنه شاف آخر موقف، لكن ما شافش كل المواقف اللي قبلها. علشان كده ما تستناش الرصاصة الأخيرة، أصل بعد الرصاصة الأخيرة مش بيكون في منتصر، بيكون في علاقة انتهت، في علاقة انتهت من جوه قبل ما تنتهي على أرض الواقع.